طيب أولًا عيب إنه إن صحفي أو حد بيطلع يحلل السياسة يقول إنه اللي بيتضرب من دين معيّن واللي بيضرب من دين معيّن، يعني مثلًا حضرتك مثلًا من دين ما أيًا كان الدين ده إيه، وطلع لك حرامي أو طلع لك واحد عايز يقتلك من نفس دينك، فأنا ممكن من نفس دينكم أنتم الاتنين أقول أصله اللي اتقتل من دين كذا واللي قتل من نفس الدين يبقى كده حرام إن هو يتعاقب، أو حرام للتاني ده يحاول يقتل ده والتاني يحاول يدافع عن نفسه. يعني وجهة نظر غريبة جدًا من واحد بيفتخر إن هو صحفي مش بس بيطلع كده على السوشيال ميديا بيحلل أخبار وبينقشها أو بيقرا مقال وبيحلله، يعني حاجة صعبة. الحاجة التانية إنه نفس الشخص ده بيطلع يحذّر من لجان من الخليج أو لجان من السعودية تحديدًا ولجان من مصر، والاتنين يسيئوا يعني يعملوا حرب وهمية يسيئوا لبعض، وبعدين هُم ينسحبوا لمّا الشباب من هنا والشباب من هنا يدخل ويشتم في بعض، فخلاص اللجان بتنسحب وتبقى الحرب بين كلامية بين مصر والسعودية، ويتعمل الفتنة. يا فندم حضرتك أنت بتفتخر أوي إنك أنت صحفي في الأساس وبتجيب المعلومة من مصادرها وكده، طب حضرتك ما بتشوفش يا اللي بتدعي إن هُم لجان، ما بتشوفش الكُتّاب الإماراتيين والسعوديين الكُتّاب بتوعهم نفسهم وناس figures من عندهم يطلعوا في كذا مناسبة مش المناسبة ديّة مثلًا عشان الحرب اللي دايرة دلوقتي والّا في كذا مناسبة منهم دلوقتي، بيطلعوا يعملوا مقالة والّا يطلعوا على التلفزيون يقولوا أنا شُفت بعيني ما حدش قال لي، يطلعوا على التلفزيون يتكلموا مصر ومرات أبويا ومش مرات أبويا، وسواء بقى من الكويت، الإمارات، أيًا كان بقى دولة من أي دولة من دول الخليج، ما بتشوفش الكلام ده؟ هُم دول لجان حضرتك؟ هو إحنا لمّا نرُد عشان إحنا ردّينا فتبقى فجأة بقت فتنة؟ يعني إحنا مكتوب علينا مثلًا علشان حضرتك ما تسميهاش فتنة، فهُم يشتموا وإحنا نسكت، ده المطلوب؟ زي ما السيسي برضه في سَنة من السنين برضه حصل حاجة زي كده، وطلع قال لأ ما يصحّش إن إحنا نقول الكلام ده، ما يصحّش إن إحنا نرُد، لأ يصح إن إحنا نتشتم يا فندم وناخد على قفانا. تعالوا لي الفيديو جاي عشان عايزاكم في حاجة مهمة.